السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيديو جديد، وصفه جديده لذيذه متميزه ومختلفه من المطبخ الماليزي، سباكيتي بفواكه البحر. كتجي رائعه، فتبعوا معي الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه والسلام على رسول الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا سباكيتي كميه تقريبا من 250 حتى 300 غرام. غادي نسلقوها مع القليل من الملح وزيت المائده. غادي نحتاجوا كميه من الكالامار، تقريبا عندي هنايا واحد 300 غرام، 250 حتى 300 غرام. علبه من الطون اولا التونه بوزن 80 غرام، الطون اللي كيكون غير بالزيت. غادي نحتاجوا معاهم قزبر ومعدنوس، كميه كثيره من القزبر ومعدنوس. عندنا فلفله حمراء تكون حاره ومن الافضل تكون حمراء، وعصير ليمونه حامضه كامله، 4 ديال الفصوص من الثوم، 2 معالق كبار من الزبده ديال البواطه عاديه، والزيت فاش غادي نشحرو، والملح اكيد لتصحيح الذوق. كاول خطوه غادي ناخذ المرميطه، غادي نوضع فيها الماء ونخليه حتى يغلى جيدا. نضيف له القليل من زيت المائده، الملح، وغادي نسلق فيه سباكيتي ديالنا تقريبا واحد 250 حتى 300 غرام. الوقيته ديال الطياب ديالها فغادي تلقاوها في لومبالاج، وانتم على حسب كيفاش كتبغيوها، واش طايبه بزاف اولا باقا شاده في راسها. من الاحسن ما تخليوهاش طيب حتى تعجن باش الوصفه ديالكم تكون ناجحه وتجي بنينه. غادي نخليو سباكيتي حتى طيب جيدا، وغادي نصفيوها من بعد وندوزو باش نحضروا المرافق اولا ديك الصلصه اللي غادي ترافق السباكيتي ان شاء الله. غادي ناخذ هذوك 4 ديال الفصوص ديال الثوم من بعد ما قشرتهم، غادي نحكهم في واحد الحكاكه اللي تكون رقيقه. غادي نحاول انني نقطع الكالامار مكعبات صغيره، وحتى بالنسبه للفلفله حتى هي غادي نحاول انني نقطعها يعني نقطعها رقيقه. قزبر ومعدنوس حتى هو كذلك. ما بغيتش نخلي الفيديو يعني ندوز هاد المراحل كامله باش ما يجيش الفيديو طويل، داكشي علاش كنزرب الفيديو. وجدنا جميع المكونات وخليناهم هكذا على جنب، ضروري توجدوهم كاملين باش ملي تبداو تخدموا يجيكم الحال سهل، يعني يجيكم داكشي سهل. بالنسبه للحامضه فانا غادي نعصرها كامله، يعني ماشي غير النص ديالها، غادي نعصر الحامضه كامله. نحاول انني نمررها بين يديا باش كتطلق داك الماء ديالها كامل فوق البوطه. وعلى نار مهيله غادي نوضع واحد المقلاة اللي تكون غارقه اولا شي مرميطه، نخليوها حتى تسخن ونزيدوا لها زيت المائده. نزيدوا عليهم مقدار ملعقه كبيره من الثوم مفروم اولا 4 ديال الفصوص محكوكين. كنحركوا جيدا وكنضيفوا لهم مقدار 2 معالق كبار من الفلفله الحاره المقطعه رقيقه، ضروري تكون مسلمه بالحروره باش تعطيكم مذاق زوين. غادي غير نحركوه شويه ونضيفوا قطع من الكالامار. يمكن لكم تعوضوه بالكروفيت، غير كتضيفوا الكالامار كتبقاو تحركوا جيدا، ما كتخليوش واحد المده طويله. يعني الكالامار دغيا كيطيب، ولا طاب اكثر من القياس فراه كيعطيكم واحد المذاق بحال كيتجلود، يعني كيولي مجلود. صافي من بعد ما يطيب الكالامار كتذوقوه، كتزيدوا علبه من الطون اولا التونه غير بالزيت، كتنقصوا منها شويه ديال الزيت وكتوضعوها. غادي نضيفوا الكميه ديال زلافه صغيره من القزبر ومعدنوس، نحركوا جيدا ونضيفوا الملح. دابا في هذه المرحله عاد غادي نضيفوا الملح، يعني حتى يبدا يدبل لنا القزبر ومعدنوس. غادي نزيدوا شويه ديال الملح، ردوا البال الطون كيكون مالح، وحتى سباكيتي اللي سلقنا فرحنا وضعنا فيها الملح. نحركهم جيدا ونزيد 2 المعالق كبار من الزبده ديال البواطه. وغادي نضيف العصير ديال الحامضه اللي تشاركت معكم، تقريبا واحد الحامضه متوسطه، عندي تقريبا هنايا واحد 4 كاس، يعني بالقياس واحد 4 كاس. غادي نحركهم مزيان تيبداو يذوبوا. غادي نطفي عليهم النار ونخليهم يذوبوا يعني ويتجانسوا مع المكونات الاخرى غير في داك الصهد ديال المقلاة. في هذه المرحله غادي نضيف سباكيتي اللي نشفت مزيان اولا اللي استقطرات وقطرات مزيان، ونحاول انني نخلطها مع هذيك الصلصه اللي حضرت. حاولوا انكم تحركوا جيدا من التحت حتى الفوق باش تحرك اولا تخلط ديك الصلصه الكالامار والمكونات الاخرى مع سباكيتي، وكتقدموها بالطريقه اللي بغيتو. حطيت الوصفه ديالي في واحد الطبق تقديم وزينتها بشرائح من الليمون الحامض وبهذوك الوريضات اللي كيكونوا في القزبر. صراحه الوصفه كتجي خطيره، مزيج ما بين الحامض والمالح والحار، فراه كتجي هائله بزاف. واخا تشوفوا ان الوصفه فيها الزبده، فيها الحامض، فيها الحار، يعني الكالامار تقولوا هذا المذاق يعني غادي يكون خايب، بالعكس غير جربوها واكيد غادي تولي معتمده عندكم. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، نتمنى انكم تجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء ديالكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ما تبخلوش عليا باللايك وتعاليقكم المحفزه، والا مازال ما اشتركتوش في القناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد ان شاء الله. شكرا لكم على مشاهده الفيديو، والى فيديو قادم باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.